السلام عليكم البنات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، هي وصفة طاجين بالدجاج بكروكات البطاطا المحشية بالجبن. وصفة سهلة، نتمنى أنكم تجربوها. ما تنسوش إذا عجبتكم الفيديو ديروا جيم وديروا متابعة للقناة. ما نطولش عليكم، نروحوا مباشرة إلى المقادير. بالنسبة للمقادير اللي نحتاجها في هذه الوصفة، نحط لاكوكوت تاعي فوق النار حتى تسخن، نضيف عليها كمية نتاع الزيت. بعد ما سخنت الزيت نجي نحط الدجاج على حساب أفراد الأسرة، نخليه يتقلى. بعد ما تقلى لي الدجاج شوية ضفت عليه بصلة مفرومة، كمية نتاع حمص. بالنسبة لي زيبيس ضفت ملح، قرفة وفلفل أسود. هذا ما كان تقدروا تضيفوا ثاني كركم، لكم الاختيار. نخليهم يتقلاو مع بعضاهم، نغطي عليهم، ما نغلقش لاكوكوت. كي يتقلاو نضيف عليهم كمية نتاع الماء. بعد ما تقلى لي الدجاج مع البصل ولي زيبيس، نجي نمرق بالماء كمية مليحة. نجي نضيف 3 حبات بطاطا اللي كنت قشرتهم من قبل يطيبوا لي في هذيك لاصوص. بعدها نغلق لاكوكوت ونخليه حتى تطيب لي البطاطا، ونعاود نفتح عليها. اذا بعد ما طابت لي البطاطا نجي نعبزها هكذا بفورشات، ونضيف عليها كمية كبيرة نتاع فخوماج. انا اليوم استعملت فخوماج اللي فيه الاعشاب والثوم باش ما نعاودش نستعملهم مع البطاطا. هكذا كي نكمل نعبزها مليح مليح ما يبقاوش فيها الحبيبات. نجي نشكل دوائر على حسب الحجم اللي راكو حابينه. نجي نشكل هكذا دائرة، نحط داخلها كمية نتاع فخوماج. نرمدها في الفارينة، بعدها في البيض، وبعدها في لاشابلور. بهذه الطريقة هاوليك الشكل النهائي نتاع الكروكات نتاعي. نكمل نشكل الكمية نتاع البطاطا كامل بهذه الطريقة. نزيد معاكم واحدة. يجوا بزاف بزاف بنان، نتمنى انكم تجربوهم وما يدوش بزاف الوقت. هذا بالنسبة للحبة الثانية، كما قلنا في الفارينة، بعدها في البيض، بعدها في لا شابلور. اذا هنا بعد ما كملت شكلت جميع الكروكات تاوعي، نكون سخنت الزيت فوق النار. بعدها نقليهم ونتلاقاو في طبق التحضير. اذا هذا هو الشكل النهائي للطاجين تاعي. نتمنى انكم تجربوه، وصفة سهلة لذيذة واقتصادية. ما تنسوش اذا عجبتكم الوصفة ديروا لي جيم وديروا متابعة للقناة. إلى اللقاء، نتلاقاو في وصفات أخرى إن شاء الله.